اهلا وسهلا بيكم في قناتي. النهارده وصفه سهله وبسيطه جدا وهي كفته الحيتي، وعايزه اقولك كمان كل اسرارها وهتطلع زي بتاعه المطاعم بالظبط، ومحدش يقولك الطريقه دي غير عندي. يلا بينا نبدا المقادير ونقول بسم الله. هنا عندي نص كيلو لحمه مفرومه وعليها ربع دهن او اللي هو اللية، تمام، علشان تبقى فيها نسبة دهون. وهنا بصلتين مبشورين واخدة منهم المية، يعني مصفية المية. وهنا البهارات ملح وفلفل وبهارات كفتة او بهارات لحمة ومعلقة بيكنج باودر. لازم البيكنج باودر عشان تطلع هشة وطرية. اركن كده اللي هو مية البصل، وهقولكوا هنعمل بها ايه بعدين. حطي هنا اللي هو البصل المبشور وعليه البهارات، وممكن تستغني كمان عن بهارات الكفتة او بهارات اللحمة دي، يبقى ملح وفلفل وبيكنج باودر بس، دول الاساسيين. ما تحطيش اي بهارات تاني ولا اللي هو بقدونس، ولا كمان بقسماط وعيش وبرغل والكلام ده، لا. هي دي الوصفة بالظبط. بفضل اعجن فيها كده لغاية ما تبقى ناعمة خالص والمكونات كلها تدخل في بعض. وممكن في المرحلة دي كمان تحطيها في الكبة وتخلطيهم مع بعض. اسيبها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة تسقع وتمسك نفسها، وابدأ اشكلها. ممكن تشكليها على طول، بس انا بحبها نص ساعة في التلاجة علشان ياخدوا طعم بعض كده. بصوا طرية خالص مش عارفة اشكلها. يلا بينا نحطها في التلاجة او في الفريزر لمدة نص ساعة واطلعها. واقولكوا هنعمل بيها ايه. بعد ما طلعتها هنا ومسكت نفسها شوية واختبرتها، بجيب اي شواية او اي صاج من الصواج اللي هو بتاع الفرن او الميكرويف، اي صاج عندك، او ممكن صينية يعني مش هتغلبي. بجيب اي حاجة زي كده وببدأ ان انا، او كمان الصينية اللي هي شيش طاووق، تمام. وابدأ ان انا اعمل الكفتة بالشكل ده. وطبعا كل ما بعمل صباع كفتة ببل ايديا من مية البصل، بتبدأ ان هي تشكلهولي وبتخلي اللحمة طرية معايا برضو وتاخد ايه من طعم مية البصل. الخطوة دي اساسية يا جماعة. ممكن تحطها في صينية، مش شرط ان انت تحطها على شبكة، بس انا بحبها على الشبكة عشان تنزل الدهون بتاعتها. ببدأ بقى اصبعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وممكن كمان زي ما قلتلك تجيبي عصيان شيش طاووق يعني تصبعيها كده فيها وتسيبيها زي ما هي في العصيان وتدخليها في الفرن على الصينية او على الشبكة برضه، يعني متاحة عندك. يعني انا بديكي الوصفة وانتي بقى ايه ابدعي فيها. ولو انتي وصلتي هنا بقى ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش اللايك والتعليقات. خلصت كده بقى كل الكفتة زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله الله اكبر، عملت كمية كبيرة وحلوة. وكمان الصباع مسك نفسه، وكمان يعني الصباع حلو يعني مش هيكش، وفي نفس الوقت هيبقى زي ما هو. بعد ما دخلتها بقى الفرن بسيبها في الفرن طبعا، وبحط صينية من تحتها او صاج علشان الدهون اللي هتنزل ما تنزلش في الميكرويف، تمام كده. وشغاله من فوق من تحت. في المرحله دي بقى قبل ما بتستوي بعمل سلطه الطحينه. هنا بقى عندي طحينه وحطيت عليها عصره ليمونه، وكمان حطيت اللي هي بابريكا وبصل بودره وتوم بودره وخل وزيت ورشه بسيطه من الملح. عايزه اقول لكم لو عملتوا الطحينه دي بجد تحفه، هتعجبكم جدا. وهنا حطيت رشة كمون، وممكن تحطي فلفل اسود بس انا ما بحبش الفلفل الاسود في الطحينة. ببدأ اقلبهم كده مع بعض، وبعد كده بنزل بنص كوباية من المية، وافضل اقلب كده لغاية ما القوام يتقل معايا. هتحسي في الاول ان القوام خفيف بس هيتقل معاكي بعد كده. زي ما انتوا شايفين كده، وكده يكون سلطة الطحينة جاهزة. وابدأ بقى ان انا اطلع الكفتة من الفرن. بعد ما الكفتة طلعت كده ورصيت عليها اللي هو البقدونس، وعملت كمان سلطة المشاوي اللي هي بالبصل. عايزة اقولك تحفة. طبعا انا اكون عاملة كده اللي هو الفحم، وابدأ اخليها تاخد ريحة الفحم، وطبعا اغطيها عشان ريحة الفحم تبقى ظاهرة اكتر. وعلى فكرة المرحلة دي اختياري، ممكن متعمليش، بس عشان ريحة الفحم تبقى فيها. بصوا طرية وهشة وناعمة وبتدوب في البق. عايزة اقولكوا حاجة كده سكر،
بجد جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. ومتنسوش كمان السلطة اللي هي بتاعة البصل دي، بجد 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 تحفة، هتخليها في حتة تانية لو انت بتحبها سندوتشات. وهقولك برضو طريقتها، سيبهالك في الوصف او في اول تعليق في فيديو، وهي سهلة وبسيطة جدا.